من حق أي حد مدان إنه يطلع يدافع عن نفسه، ولو فعلا جاب دليل براءة يبقى علينا إن إحنا ندرس الدليل ده زي ما القضية عرضناها بتفاصيلها، زي ما لو في تفصيلة صغيرة هتبرأ حد المفروض علينا إن إحنا ندرس التفصيلة الصغيرة دي. أحيانا بيبقى في ثغرات كده ممكن الواحد ما يبقاش شايفها. ده مش معناه إن العمدة مدان، العمدة مدان في حق المؤسسة اللي هو شغال فيها. خلينا نرجع كده للتفاصيل من أولها، والكلام العمدة والكلام ابن العمدة. ابن العمدة اللي طلع وقال إن أبويا كان مدرس ومدرس لأجيال، والقرية كلها تشهد بأخلاقه وبأدبه وباحترامه، غير إن إحنا ولاده 5 أو 6 مش فاكر، منهم 3 بنات في كليات أو مخلصين كليات، وإن والدي علشان خاطر يهدي الدنيا اضطر إن هو يضرب إسلام قلمين على الماشي يعني، وياخده بحيث إن إن الموضوع يهدى. وبالفعل لما عمل كده أخد إسلام وغير وجاب له هدوم، وهو اللي جاب له الهدوم الجديدة اللي كان لابسها. وحتى بالأمارة إن أخت إسلام راحت وشكرت والدي، جت عندنا وشكرت والدي على وقفته مع إسلام. طب لو نفترض إن الكلام ده حقيقي، يبقى هنا الحج أو العمدة للقرية اللي هو ضرب إسلام، يبقى هو فعلا كان بيحل القصة. بس حضرتك دي لما تبقى ساكن جار جنبيهم، لما تبقى ساكن، يعني أنا مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لابنك اللي طلع يتكلم ومع احترامي لبنات حضرتك ومع احترامي للأجيال اللي حضرتك درست لها، إلا إن البوزيشن بتاع حضرتك بينص عليك إنك المفروض تستخدمه صح، وإنك معاك سلطة، ومن السلطة دي المفروض أصلا إنك ما تروحش للواقعة. ده أنت بتليفون الواقعة كلها تجيلك، وعلى الناس دي كلها المفروض إن هي تحترمك وإن هي تكبرك بحكم إنك العمدة. لكن إن حضرتك تتعامل مع الموضوع بحكم إنك جار لأهل قريتك فمش عايز تزعلهم، فضربت إسلام قلمين من غير ما تسمع الموضوع. هم قالوا لك إن هو كان خاطف بنتهم. طب مش المفروض بشوية كراسي يا جماعة ونقعد نحل؟ حضرتك عمدة يعني وسيدي عارفين. إنما أي شيء خارج عن الدايرة دي